السلام عليكم. دكتور ايمن عبد الحميد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. النهارده راجع من انجاز كبير في بطوله العالم للكبار، اقوى واهم بطوله. تحب تقول ايه اول ما نزلت مصر لكل واحد بيمارس لعبه الكاراتيه على ارض مصر عن البطوله؟ كلمهم تقول لهم ايه على البطوله؟ اقوى بطوله اتعملت، بطوله عالم للكاراتيه اتعملت حتى هذه اللحظه، هي البطوله اللي احنا كنا فيها. 2700 لاعب ولاعبه، 116 دوله. بقول مبروك، اكبر انجاز اتعمل في تاريخ الكاراتيه هو اللي اتعمل باولادنا المره. عايز اقول لكم ان الذهب اصبح سهل، واولادنا عرفوا ووعوا الدرس ده كويس قوي. ميداليه برونز يعني كايكو، يعني ترجيح فقط، وكان يبقى يلعب على الذهب. اعتقد ان ريادتنا للعالم قربت، والحلم ده هيتحقق قريب جدا ان شاء الله. وانا بوعد اهو وسجلوا هذا الكلام عليا، السنه اللي بعد القادمه باذن الله، اذا كنت موجود او غير موجود، بعرق اولادنا ومجهودهم ده ومجهود كل المدربين. انا عايز اقول ان ده مجهود كل المدربين اللي في مصر اللي طلعوا الابطال دول، ومجهود كل الحكام، ومجهود كل اولياء الامور اللي انا مش بنساهم ابدا الحقيقه، وبنسى مجهودهم وتعبهم. بنوعد برياده العالم في بطوله العالم للكبار المره الجايه. احنا رواد العالم في السينيور، في الشباب والناشئين اوائل العالم. وعدي اهو ان شاء الله هنضرب 4-5 ذهب باذن الله في بريمن السنه اللي بعد الجايه، واولادنا هيكونوا اسياد العالم في الكاراتيه باذن الله. مبروك لمصر كلها. دكتور ايمن، بتهدي الانجاز دوت لمين؟ الحقيقه انا مش قادر انسى ابدا المدربين العظماء اللي في مصر. كل مدرب موجود في مصر قاعد بيربي وبيدينا. بطوله الجمهوريه عندنا بطوله قويه جدا، انا بقعد اشوفها كاني بتفرج على بطوله العالم. فده نتاج وعصاره مجهود كل مدربي مصر. مدربي المنتخب الحقيقه كانوا في منتهى الرجوله وفي منتهى الطهاره، في منتهى الاخلاص، عشان يعبروا عن النخبه العظيمه من مدربي مصر، وقدروا ان هم يبقوا راس الحربه الطيبه اللي توصلنا لهذا الانجاز غير المسبوق. الحمد لله. دكتور ايمن، الف مليون مبروك، ومره ثانيه الحمد لله على السلامه من اقوى بطوله للعالم وانجاز جديد، وميداليه ذهب كمان تحقق لاول مره في تاريخ العالم. حابب تقول حاجه على الميداليه دي؟ والحقيقه مجدي كان لاعب متميز ولفت الانظار، وعايز اقول لكم ان مجدي كان ليه الفضل مش في الميداليه بتاعته بس، كان ليه الفضل كمان في الجماعي. لاعب متميز موهوب، قدر ان هو يلفت الانظار بدهائه في الملعب فعلا. ترتيبه كان الكام مجدي تقريبا في الماتشات؟ كنا بننزله دايما نمره 3 أو 4 علشان ينقذ الموقف. كان الماتش 4 كان 8-1، وده فكر طبعا الثعلب المكار الاكبر كابتن محمد ابراهيم. الحقيقه يعني اجاد وادار الماتشات بشكل جيد، وده مش غريب على مصر يا جماعه. بقول لكم الذهب خلاص على طراطيف صوابع الذهب قادم. معلش بس فرصه، مش عايزين يعني نضيع الفرصه مننا. حكامنا كمان اللي كانوا في الدوره واللي كانوا في مباريات بطوله العالم، تحب تقول لهم ايه؟ هذا هو الجندي المجهول، حاجه في منتهى الجمال. والحقيقه انا يمكن كتبت على الفيسبوك، انا بس يمكن الحماس واخدني فعشان كده، لكن انا مش بنسى الاخوه الحكام ابدا. الحراره بتاعتهم، تواجدهم، ابهار الناس. الحقيقه كل الناس كانت بتعلق على الاداء الطيب للحكم المصري. في بعضهم كانوا بيشيدوا بيهم ويقولوا لهم انتوا كنتوا احسن ناس في المجموعه اللي موجوده. انت عارف البساط متقسم 4 أو 5، فكانوا بيشيدوا بيهم في كل الناس. كل الحقيقه حتى انا قاعد وسط رؤساء الدول كانوا بيتكلموا عن مستوى التحكيم المصري. عايز اقول لكم ان هناك مطلب اساسي من الافارقه والعرب ان مصر تساعدهم خاصه في مجال التحكيم وايضا في التدريب. يبقى اذا هذه هي مصر، لاعبين ومدربين واداريين وحكام واتحاد قادر ان يساعد هذه المنظومه بالكامل لان تخطو نحو النجاح. مره ثانيه بنتمنى النجاح ومزيد من الانجازات يا دكتور ايمن، والف مليون مبروك والف الحمد لله على السلامه ليك من بطوله العالم في باريس. مبروك ليك ومبروك لمصر كلها. مطلوبين في اماكن كثيره. يمكن احنا بنتبنى مشروع مهم جدا، واخويا العزيز الكابتن سيد نصر اللي هو كان رئيس البعثه في السنغال، الجزء الثاني معنا باذن الله ان شاء الله. افريقيا مسكت فيه ساعدونا وماله مدونا. احنا مسؤولين عن منطقه اسمها المنطقه الخامسه الافريقيه، فيها السودان، فيها اثيوبيا، فيها رواندا، فيها تنزانيا، فيها كينيا.
احنا وعدناهم ان شاء الله ان احنا هندعمهم فنيا بحكام ومدربين كويس. وانا الحمد لله عندي زخم من المدربين العظماء اللي هم اصحاب الاولاد دول كلهم مصريين. مصريين يعني كل مدربي الاولاد دول مصريين طبعا، ما عنديش مدرب اجنبي 100%. 100% مش كده وبس، اقول لحضرتك وانا افخر بهذا. نعم. مدرب منتخب السعوديه مصري حلو. وساهم في حصول السعوديه على ميداليه برونزيه في بطوله العالم. ما شاء الله. كابتن عبد الفتاح النجار. كويس. وهو بلدياتك طبعا ده محلاوي طبعا. امال ايه الحاجه الثانيه كابتن حسين الدسوقي ساهم في حصول تونس على ميداليه فضيه. حلو قوي. في بطوله العالم للشباب والناشئين. كويس. وده فخر لينا. يعني مدرب تونس مصري ومدرب السعوديه مصري بالظبط. مش كده وبس، كوريا بعتت عايزه مدرب مصري. المدرب المصري دلوقتي اصبح الناس كلها عايزه تيجي تشوف انتوا بتعملوا كده. مش كده وبس، احنا بقى عندنا ناس دلوقتي غششوني ان الكابتن الدسوقي كان واخد بطوله الماسترز العالم. طبعا يعني حسين له باع طويل ما شاء الله وراجل وعبد الفتاح. الحقيقه تاريخ الكاراتيه في مصر تاريخ رائع ومشرف. بس انا بقول ان احنا بنعيش افضل ايامنا. وخلي بال حضرتك ان بطوله العالم في الكاراتيه بطوله قويه جدا، اكبر خضم ممكن تشوفه في رياضات. طيب 114 دوله كلهم مستعدين نديه. دلوقتي بقى في احتراف في الكاراتيه، فاصبحت في احتراف منافسه عاليه جدا. في بطولات الدوري الذهبي دي بيبقى فيها مكافآت عاليه جدا. اللي هنحظى بشرف تمثيل مصر هتروح. هنعمل، احنا بنروحها دايما تعاون وتناغم كامل معاهم. ومن اهمهم زي ما حضرتك قلت نوادي مهمه زي نادي سموحه اللي هو فعلا معقل للابطال. صحيح. منظومه رائعه. رائعه. واسكندريه الحقيقه فيها برضه ابطال. بطل وبطل صغير يعني، بس عضو مجلس اداره بقى. والله بطل عالم احسن لي من عضو مجلس اداره، كان هتستناه في اي وقت يعني. والله لا زلنا نستعين بفكره، ويمكن مهند من زمان وانا بقول له احنا في يوم من الايام محتاجين بقى ناخد الفكر ده وهو لسه طازه وطالع من الملعب ونترجمه الى افكار تدون وتوثق. لان عايز اقول حاجه، الكاراتيه ليس مجرد رياضه، الكاراتيه ثقافه. يمكن حضرتك كنت بتزنق ياسمين في الحركات. الكاراتيه يتميز عن اي رياضه اخرى من العاب القتال ان هو رياضه متزنه. دائما حسابات الكاراتيه انه ينطلق بقوه جدا ولكن متزن جدا. لا ما يتطوحش ابدا. لان بيشتغل بحسابات وداينامكس وبالانس معقد بنشرحه كتير قوي. فعشان كده انا بقول الكاراتيه هو ثقافه وليس مجرد رياضه تمارس. دكتور ايمن عبد الحميد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الحمد لله على السلامه. بطوله العالم للناشئين والشباب انجاز، رقم قياسي جديد، 9 ميداليات ذهب و6 برونز. كنا ابطال هناك، ولادنا كانوا ابطال، مدربينا كانوا ابطال، وكلنا كنا ابطال. كلمنا عن البطوله وفعالياتها وجوها والانجاز، كنتوا شايفينه ازاي هناك؟ وما توفيقي الا بالله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، فينا بعهدنا وعدنا. الحمد لله رب العالمين استكملنا المسيره. انتوا عارفين المسيره دي بدات منذ اكثر من 8 سنوات علشان يبقى الكاراتيه المصري محطه انصار الجميع. انا عايز انقل لكم رساله من رئيس الاتحاد الدولي. العالم كله يريد ان يعرف ماذا يحدث في مصر. العالم كله يريد ان يتعلم ماذا يحدث في مصر. يتطور الكاراتيه بهذا الشكل. 9 ميداليات ذهب، بعدين اليابان 6 ميداليات ذهب، ثم تأتي الدول الأخرى في 3 2 1 أكبر تجمع يضم دول العالم منذ نشأة بطولة العالم. تمام. 100 دولة، 1300 لاعب ولاعبة، 4 أيام بطولات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء. من اول يوم يا دكتور كنتوا متوقعين ان انتم ان شاء الله تركبوا البطوله ولا كان في قلق وترقب؟ ما تسالنيش عن التوقعات، لكن احنا عهدنا هو ان احنا نجتهد ونعمل كل ربنا سبحانه وتعالى يهدي بما يشاء. ده اللي انا قلته لاولادي قبل اللعب، قلت لهم ارجوكم انا عايزكم تشيلوا كل الحمل عنكم. احنا عملنا اللي علينا. انا عايز اخش مطمئن لاني بذلت المجهود المطلوب، وواثق ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع اجر من احسن. فكره حلوه قوي يا دكتور، تيشيرت علم مصر اللي كان موجود، رساله حب منتخب مصر للكاراتيه يوصلها للناس، يوصلها لشعب مصر. انت عارف ان رفع العلم في هذا الوقت بالذات شيء مهم جدا. احنا عايزين نقول للناس ان منظومه الكاراتيه ممكن تكون مثال لكل مجالات الفن. هؤلاء الولاد من خلفهم عمل اداري وفني، تكاتفنا جميعا علشان بامكانياتنا وبدعم الوزاره المحدود
وبامكانياتنا الخاصه تمكنا بعرق اولادنا ان احنا نرفع علم مصر 9 مرات وكل الناس تسقف لمصر. مش كده وبس، ان شاء الله احنا بنستضيف بطوله في شهر اكتوبر تبقى بطوله مصر الدوليه. طلبوا مني ان احنا نعمل بطوله عالم في مصر، ان شاء الله هنقدم عليها ل 2017 اول بطوله ممكنه ان شاء الله. ده انجازات اخرى، توابع انجازات الناس بتطلب واحنا بنحاول ننظم المواعيد. ده ان دل على شيء يدل على ان احنا كمصريين نقدر نعمل كده في كل مجالاتنا. اتمنى ان التجربه دي كان نفسي سياده الوزير يكون معانا. هو ده اللي احنا كنت عايز اسال حضرتك سؤال، ده جهد الاتحاد وجهد اللعيبه وجهد معلش اسمح لي هو اكيد طبعا عنده ارتباطات وعنده اشياء كتير، ولكن انا طبعا هطلب منه تكريم هؤلاء الابطال. هذا انجاز غير مسبوق ولم يحدث من قبل. اجمل شيء ان هذا الانجاز احنا ابطال العالم، حافظنا على بطوله العالم ثم تفوقنا واصبحنا حديث العالم. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نجيب لاولادنا حقهم. شكرا ليك يا دكتور ايمن، ويا رب دايما مزيد الانجازات وما نوقفش عند الخطوه ديت. احنا عايزين خطوات اكبر. المانيا ان شاء الله كمان في المرحله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله احنا وعدنا ان المانيا احنا هنبقى الاول باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. والناس مستنيه مننا كده. عايز اقول لكم ان احنا نصرنا كان محط اعجاب ومحط تقدير. ما كانوش زعلانين مننا. اول ناس هنونا اليابانيين والاتراك اللي هم بعدين، وهم اللي جم واعترفوا ان اسلوبنا اصبح مميز واصبح بيعرفوا اللاعب المصري اول ما يشوفوه في الارض، فاصبح اسلوب عايز يدرس. انا بشكر شبابنا اللي انتم منهم اولا لمجهودكم الاعلامي الطيب، لمجهودكم اللي كتير قوي من الناس ما عملوش زيه الحقيقه. وانا بقول ان اولادنا اكبر من هذا وحقوقهم هتجيلهم ان شاء الله. اتمنى ان اولادنا ياخدوا التكريم اللائق بيهم، لان هم فعلا تاج راسنا. ومش عايز اقول لكم اولادنا دول كان شكلهم ايه في الملعب، كان سلوكهم شكله ايه، كانوا محط انظار. مش عايز انسى المدربين، الاخوه المدربين كانوا بيعزفوا سيمفونيه رائعه في الملعب. كنتوا تشوفوا الملعب عندي 6 بيلعبوا في وقت واحد. كانوا المدربين بدون ما نتدخل بينظموا نفسهم وبيتابعوا الاولاد بشكل رائع، اثار اعجاب اللي مش عارفينه. قالوا ازاي انتوا بتعملوا كده؟ الساده الحكام مش عايز اقول لكم هم احسن حكام في العالم. طبعا كلهم نجحوا الحمد لله، ولكن انا عايز اقول على ادائهم في الملعب، اداء مميز محترم والاقبال عليهم اصبح شديد جدا. الاخوه معايا في مجلس اداره كانوا موجودين، وكان ليا حق ان انا اقول ان مجلس اداره يكون موجود ليحتفل بهذا العرس السنوي. وده ان شاء الله انا هحاول ان هو يكون تقليد سنوي، ان احنا يكون اخواتي في مجلس الاداره ال5 يكونوا موجودين معايا دايما ليحصدوا حصاد عرق السنه بالكامل. طبعا هم كانوا يعني تكبدوا عناء كتير قوي عشان يطلعوا معانا السفريه. بشكر كل المدربين وكل الحكام كل اللاعبين في مصر، لان هم دول اللي عملوا البذره الطيبه اللي ارجو نكون حافظنا عليها وحطيناها في الارض الطيبه. هي دي يا جماعه مصر تتحدث عن نفسها بعظمائها بابنائها بمجلس اداره اتحادها اللي بيقود منظومه تسعى للنجاح والتميز. ان شاء الله احنا مش عايزين نقف عند الخطوه ديت، وزي ما وعد رئيس الاتحاد عايزين نوصل ان شاء الله للخطوه القادمه في بطوله العالم للكبار في المانيا، نجيب اول زي ما جبنا اول في بطوله العالم للناشئين والشباب تحت 20 سنه. الف حمد لله على السلامه يا دكتور ايمن، وان شاء الله